السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوى بدون فرن بثلاث مكونات فقط. كتجي اكثر من رائعه ولذيذه وسهله في التحضير وكتوجد بسرعه. هاد الحلوى هذه كنسميوها حلوى الطرون. كتجي زوينه بزاف ولذيذه ولواحد الشكل كيجي راقي. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا كاوكاو اللي قليته في الزيت. ممكن انكم تحمروه، ولكن الا بغيتو مذاق يكون احسن كتقليوه في الزيت. وعندي هنايا بالنسبه للكاوكاو عندي هنا نص كيلو د كاوكاو او 500 غرام. وعندي بسكوي ديال بسكويت ماريا 200 غرام. وغادي نحتاجو كيلو ديال الشكلاط الابيض من نوع كالا. انا هنا استعملت نوع كالا صافي، كيجي في المذاق زوين. اول حاجه غادي ناخذوا هذا الشكلاط، غنديروه في واحد الاناء وغادي نذوبوه في حمام مائي. بالنسبه للمقادير عطيتهم لكم مضبوطين. 500 غرام ديال الكاوكاو كنديروا معاها كيلو ديال الشكلاط، و 200 غرام ديال بسكوي ديال ماريا. صافي هنايا الشكلاط ديالنا كنقطعوه على هذا الشكل هذا وكنديروا في واحد الاناء وغادي نخليه يذوب في حمام مائي. صافي دابا غادي ندوزو نطحنو البسكويت ديالنا في الهاشوار. غادي نطحنوه بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي القوام ديالو من بعد ما كنطحنو كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون رقيق. من مورا غادي نطحنو الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو تقدروا تضيفوا في بلاصتو اللوز. انا هنا ضفتها درتها حلوه اقتصاديه، درتها غير بكاوكاو. هنايا كيف ما كتشوفوا الكاوكاو تحمرته بزاف. حاولوا نتوما ما تحمروهش بزاف. هنايا انا نسيت وخليته حتى تحمر بزاف. كما كتشوفوا معايا هنا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان كاضافه، وكتعطي واحد المذاق رائع. كنضيفوه هو الاول على الشوكولات لما كيكون سخون، عاد من بعد كنضيفو البسكوي، وديك الساعات كنضيفو الكاوكاو. هنا كاوكاو راه واخا تحمر بزاف، يعني المذاق ديالو بقى زوين، ماشي حتى تحرق كاع في مره، ولكن غير هو بدا كيتحمر. نتوما من الاحسن يكون اللون ديالو خفيف، يكون اللون ديالو بحال البسكوي. هنايا كنخلطوا المكونات مزيان هنا بالفوي باش ما كيبقاش لينا داك الكاوكاو مجموع. كيولي لنا الخليط على هذا الشكل بحال القوام ديال الكيكه. صافي هنايا غادي ناخذ واحد القوالب ديال السيليكون. هذا هو القالب ديال حلوى الطرون، كيكون على هذا الشكل. كتجي فيه ديك تقيبه في الوسط. صافي كنبداو كنعمروه بهذه الطريقه بمعلقه اولا بشي بوش اولا اي حاجه باش تجيكم طريقه سهله ما يبقاش يتقطر لكم. صافي انا هنايا درت غير معلقه وبديت كنعمر بها القياس كيف ما كتشوفوا هنايا حتى كنقادوه مع القالب ديال السيليكون. ما كنعمروهم حتى الفوق كيف ما كتشوفوا. كنحاولوا كنضربوهم بحال هكا باش كيخرج داك الهواء وما كيبقاوش لينا دوك الفراغات. صافي كندخلوها للمجمد مده 10 ديال الدقائق حتى كتشد راسها مزيان، وديك الساعه كنحاولوا نحيدوهم بسهوله. كيف ما كتشوفوا راه الا ما خليتوهاش حتى تجمدات مزيان راه كتبقى تقطع لكم تما وكتبقى لاصقه لكم في القاع. صافي هنايا كنخليها حتى كتجمد مزيان في المجمد وكنبدا نحيدها. ومن بعد في نفس القالب كنعاود نعمر الشكلاطه ديالنا. الحلوى ديالنا كتكون فوق حمام مائي باش ما كتجمدش لينا حتى كنساليوها كامله. كان هذا هو الشكل النهائي ديالها. من بعد عمرتها بشويه ديال النوتيلا
وزوقتها بحبيبات الشوكولات. نتوما التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تعمروا دوك التقابي ديالها، تعمروهم بالكراميل. صافي هنايا انا ضفت النوتيلا كانت عندي، وكان كانت الشكل رائع والمذاق رائع، كنتمنى تجربوها وغادي تنفعكم بزاف، حتى لوليداتكم غادي تعجبهم بزاف. ومع السلامه.